عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كوزين ماما حنان. اليوم كنقترح عليكم واحد البيتزا اللي غادي نديروها بواحد نوع اخر ديال عجينه البيتزا بشكل اخر مخالف ولا مغاير على الشكل اللي كنت حطيت سبق ليا وحطيت الوصفه ديالو. غادي نديروها بالكفته وباي حاجه عندنا متواجده في الدار. انا حليت الثلاجه اللي لقيته عندي في الثلاجه، خرجته وقلت غادي ندير بها هذه البيتزا. عندي شامبينيون، عندي موتزاريلا، عندي فرماج محكوك، صلصه طماطم اللي سبق لي وحطيت الوصفه ديالها. وكنصحكم بانكم تشوفوا لا فيديو وتجربوا حتى نتوما هذه الوصفه، مع انني للاسف ما كاينش مشاهده كثيره لداك الوصفه نتاع صلصه الطماطم. كتجي رائعه وممكن انكم ديروها بكميه كثيره وتديروها في علب وتحتفظوا بها في مجمد، راه كتبقى مزيانه. عندي 200 غرام ديال الكفته، ولكن ما غنحتاج كل هذه الكميه ديال الكفته. عندي الزيتون مقطع رقيق، قلت انا حليت الثلاجه ولقيت هذا الشيء فيها وغادي نصايب بها هذه البيتزا. ممكن انكم تاخذوا الفكره ديالي وتديروا كيف ما بغيتيو، ولا على حسب شنو عندكم متواجد في الدار. بالنسبه للعجين كيف ما قلت لكم عندي مقادير اخرى مغايره على المقادير اللي سبق ليا وحطيت. عندي 500 غرام ديال الطحين، معلقه صغيره ديال الملحه، 3 ديال المعالق كبار ديال الحليب بودره ولا بودره الحليب. عندي هنا 20 غرام ديال الخميره ديال الخبز، عندي نص كاس ديال زيت الزيتون، عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي الماء الكافي اللي غادي نجمع به هذا العجين. هذا العجين بغيت نسمو بالاعشاب المنسمه، غادي نحتاج منها واحد المعلقه صغيره نديرها. هاد الملحه غادي نشركها مع الطحين، وغادي نشرك هاد بودره الحليب، نحاول نطلقها بيدي شويه لانها مكوره. غادي نخلطهم مع الطحين وغادي نخليهم على جنب. هاد الخميره غادي نزيد فيها شويه ديال الماء باش تطلق، وغنزيد معها السكر سنيده. نخلي هاد الخميره حتى تطلق لي مزيان، عاد ندوز باش نعجن. شويه واحد المعلقه صغيره ديال الاعشاب المنسمه، كنحركوا داك الطحين. ديك الخميره عندي راه تطلقت، كنضيفوها على داك الطحين بحال اللي كنعجنوا العجينه ديال الخبز العاديه. كنضيفوا داك زيت الزيتون، اما تعجنوها بيديكم اما بالعجانه اللي بغيتيو، وكنجمعوا بالماء الدافي. ضروري ما يكون الماء دافي ماشي بارد، وما يكونش سخون باش ما يضيعناش الخميره، لان الا كان الماء بارد ما غاديش يخلي الخميره تخدم، والا كان الماء سخون بزاف راه غادي يقتل الخميره وما تطلعش نهائيا. خص يكون الماء دافي، وكنبدا كنجمع بالماء حتى كنحصل على واحد العجين اللي هو رطب جدا. هو وجد ما كيخصوش يكون قاصح وما خصوش يكون جاري بزاف، كيكون بين وبين، كيكون رطب. هانتوما كيف ما نوريكم العجين هنايا كيكون هكا مطاطي. نتوما كتجبدوه وما كيتبعكم. باش كنعرفوا بان العجين ديالنا تدلك، انا سبق لي وحطيتها في فيديوهات سابقه اللي درت فيها الخبز. كناخذوا شويه ديال العجين وكنبقاو كنجبدوه، داك العجين كيبقى كيتبعنا بحال شي غطا، بحال هكا ما كيتقبلناش، كنديرو بحال شي غطا. هذا بمعنى راه العجين ديالنا مدلوك مزيان وراه خدا نسبه كافيه ديال الماء ديالو. انا العجين ديالي غادي نجمعو، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت على هذا الشكل. نديرو على شكل كره، وغادي نردو للمول ولا نردو لهذا الاناء اللي عندي. غادي نغطيه بشويه ديال الزيت هكا، واحد القطرات نتاع الزيت نغطيه بها. غادي ناخذ لو فيلم اليمونطير ونغطيه به. غادي نخليه حتى كيخمر لي على حسب درجه حراره المطبخ. يقدر ياخذ لي 20 دقيقه، يقدر ياخذ لي نص ساعه. كنلبس ديك الميكال داخل هكا باش ما تقصحليش ديك، ما يديرليش ديك لاكروت هكا نتاع العجين من الفوق. وغادي نخليه على جنب. كيف ما قلت لكم انا عندي 200 غرام، ولكن ما غنحتاجش هذه الكميه كلها، غنحتاج منها غير شويه. غنزيد معاها معلقه ديال الكيتشوب. غادي ندير هنايا واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه غندير الملحه، ندير شويه ديال البزار، شويه ديال الفلفله حمراء، وشويه ديال الفلفله حاره. هذه كتبقى اختياريه نتاع
نتاع كل واحد على حسب الذوق نتاع كل واحد. واحد شويه ديال زيت الزيتون وغادي نجمعها، غادي نخلطها مزيان. غادي ندير واحد الكويرات وغادي ندوزهم شويه في الزيت يطيبوا، عاد غادي نعمر بهم هاد البيتزا. ندير كويرات على هاد الشكل. على هاد القد غادي ندوزهم غير شويه في الزيت، ما غاديش نطيبهم، غير شويه نصهدهم وعاد غادي نعمر بهم البيتزا. اللي ضاعف الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا، حتى ديك الميكا اللي كنديروا له من الفوق داك البلاستيك ملي كندهنوها بالزيت وكنديروها من الفوق ما كتلصقش وكتخلينا العجينه رطبه. غادي نهز هاد العجين ديالي نقسمو على جوج. غادي نحتاج غير نص العجين اللي غادي نديرو به هاد البيتزا. النص الاخر غادي ان شاء الله نوريكم الطريقه باش نقطعوه وباش نطيبوه باش نحتفظوا به في المجمد. كاينه شويه ديال السميده رقيقه هي اللي غادي نرش بها الطبله، ما غاديش نرش بالطحين، غادي نرش بالسميده الرقيقه. اما كنطلقوها بيدينا ولا كنطلقوا بالمطلق اللي بغيتيو، الحاجه اللي كتجيكم سهله غادي ديروها. العجين كنديرو مباشره كيف ما شتيو، طلقتو شويه ومن بعد هزيتو حطيتو مباشره في داك لو مول اللي غادي نطيب فيه هاد البيتزا. كنحاول نطلق الجنيبات مزيان، شحال ما طلعت العجين شحال ما كان احسن، لان مازال غادي نردو على الكفته. على هذا الشكل حتى كنطلقها مزيان. كيف ما قلت لكم ديك الكفته درتها كويرات هكا، غير شحرتها في شويه ديال الزيت، راه من الداخل مازال عاد ما مكملاش طياب. درتها في المقله، سخنت شويه الزيت وبقيت كنحرك المقله وهي دوك الكويرات كيدوروا فيها صافي، غير واحد شويه وكنزولها. الا شتيو من الداخل راه مازال عاد ما عاد خضره. كنجي لهنا وكنستف هاد الكويرات هكا. وكنرد عليها العجين، غير نجي لهنايا ونشد بحال اللي غير غادي نغطي شويه ديك الكويرات ديال الكفته وصافي، ما غاديش نرد عليها العجين كله. على هذا الشكل نضغطو شويه مزيان على العجين. انا مازال غادي ندوز عليه الفرشيطه باش يلصق لي مزيان على ديك الكفته باش منين يطيب ما يتحلش. كناخذ الفرشيطه وكنجي غير لهنايا باش نضغط على داك العجين باش بلاتي مني طيب لي ما يتحلش بهذا الشكل هكا. كما قلت لكم ديك الكميه ديال الكفته ما محتاجينهاش كامله، كيبقى غير واحد شويه، ما يمكن في 100 غرام حتى 120 غرام ديال الكفته اللي استعملت. نطلق العجين هكا على هذا الشكل وكانت على هذا الشكل. دابا غادي ندهنها بديك صلصه الطماطم.
وكيف ما قلت لكم ممكن تعمروها باي حاجه عندكم متواجده في الدار. كنرش داك لي شامبينيون انا ما شحرتهمش، خليتهم هكا كيطيبوا بالحراره ديال الفران. غنديروا عليهم الفرماج، والفرماج راه كيكون مالح، بمعنى ما نخافوش ان المذاق ديالهم يجي ناقص. وغادي نرش بشويه ديال الزيتون. مطيشه قطعته باش نعطيو شويه ديال الالوان للبيتزا ديالنا، واخا ما عطيتهاش في المقادير في الاول ولكن كتبقى اختياريه. وكنستفو الطريفات ديال الفرماج ديال الموتزاريلا هكا عليها من الفوق. وكنرش عليها الفرماج. بازيليك هكا حيت درنا مطيشه وموتزاريلا كتعطي واحد المذاق زوين. وغادي نقطعهم هكا رقيقين نرشهم على ديك البيتزا، عاد نزيد نكمل ديك الطبقه الثانيه ديال الفرماج. الفران سخنته على 180 درجه، غادي ندخلها حتى كطيب مزيان وغادي نخرجها. ما نقدرش نقول لكم الوقت لان كل واحد ودرجه الحراره ديالو، ولا كل واحد والفران ديالو كيفاش كيتعامل معاه. وكانت هذا في الشكل ديالها. دابا غادي ندخلها للفران نطلقوها باش نشوفوا الشكل ديالها. قليه كنطلقوا على هذا الشكل، طلقته بالمطلق. غير هو ملي كنطلقوا مره كنهزوا العجين هكا باش كترجع له الخميره ديالو. وكنقطع عندي هنايا 3 ديال الاشكال ديال القطعات، عندي مربعه، عندي نجيمه، عندي مدوره، الاشكال اللي بغيتيو. كنجي لهنايا وكنقطع وكناخذ هذه الدائره. عندي هنايا لاطه ديال الفران حطيتهم فيها، بلاتي مازال غادي نثقبهم في الفرشيطه. غير هي ملي كنقطع دائما كنهز العجين باش باش كترجع له الخميره ديالو، ماشي باش ما يجنيش باش العجينه ملي ندخلها الفران طيب ما غتجمع لياش، غادي تبقى في لا فورم اللي قطعتها بها. الو غادي نقطع هكا دوائر، ودائما كيف ما قلت لكم كنولي نجمع العجين هكا، كنجمعو ماشي كنجبدو. وكنقطع الشكل اللي بغيت. انا اختاريت هاد 3 ديال الاشكال ديال القطاعات، ولكن نتوما كيبقى لكم اختياري اي نوع بغيتي ولا عندكم في متواجد في الدار كتستعملوه، ولا الحجم اللي بغيتيو راه كتستعملوه.
حاولوا ما نقطعوهاش رقيقه كيف ما شفتوا. السمك ديالها على هذا الشكل. مازال غادي تنفخ لنا بالخمير لان فيها الخميره ديال الخبز. ونولي نجمع العجين نخليه يخمر شويه. عندي هنايا واحد مازال عندي هنايا كميه اخرى نتاع العجين. هذا غادي نولي نلويه في الميكا ونخليه تطلع فيه الخميره. عاد ندوز باش نطلقو. دائما نكرر شويه ديال السميده باش كنطلقو. طلقتو ونفس الشيء كنقطعو. هاد العجين غادي ندخلوه للفران. غادي يطيب ما غاديش يتعدى 10 ديال الدقائق. يطيب نص طيبه لان مازال غادي ندخلوه للكونجيلاتور نحتفظوا به في المجمد. بمعنى غادي نديروا له غير نص طيبه وصافي. الشكل الدائري انا نعطيكم واحد الفكره. كناخذ واحد الكاس هكا كنحطوه في داك السميد شويه وكنحطوه على العجين. كنجي لهنا الجنيبات وكنجمع. كنضغط على داك الكاس باش يحفر ليا العجين. كنجمع باش نعطي له واحد الشكل ديال الورده. وفي نفس الوقت ندير واحد الحفيره هكا صغيره وكنحصل على هذا الشكل. وكنتقبهم كاملين بالفرشيطه مزيان. وغادي ندخلهم دابا للفران مسخن على 180 درجه مجرد 10 دقائق. ما غاديش نتعدى 10 دقائق فيهم لان خصهم يطيبوا غير نص طيبه وغادي نخرجهم. وضروري ما نتقبهم هكا بالفرشيطه مزيان. لما طابت كان هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما شفتيو. كيجيو دوك الكويرات نتاع الكفته باينين. وبالنسبه لداخل راه كيبقى اختياري. اي حاجه عندكم ممكن تستعملوا الفلفله ممكن تستعملوا اي حاجه عندكم في الدار. دابا بقى لي الا نقدمها بصحه وراحه. الشكل النهائي ديالها كتجي لذيذه بزاف. وكيف ما قلت لكم كتبقى مجرد فكره. ممكن انكم تعمروه باي حاجه متواجده عندكم في الدار. بالنسبه للعجين راه كيجي اكثر من رائع. كنصحكم انكم تجربوه. كيف ما شفتوا مقادير اللي بسيطه جدا ما فيها شي حاجه كثيره. يكفي ان العجين ديالكم تخليوه يرتاح. والعجين خصو يكون مرطب مقا صحي يكون بين وبين كيجي هائل. بالنسبه للقوالب البيتزا اللي طيبت كيف ما قلت لكم واحد 10 دقائق كنطيبوهم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. ممكن اننا نحتفظوا بهم في المجمد على هذا الشكل. كيكونوا طايبين واحد 10 ديال الدقائق في الفران. كنحتفظوا بهم في واحد الاكياس كنخليهم حتى كيبردوا مزيان. وكنستفهم في واحد العلب او اكياس كنحتفظوا بهم في المجمد فوقاش ما بغيناهم كنجبدوهم. يكفي اننا نجبدوهم من الثلاجه
ونخليهم حتى يزول منهم داك حتى كي ديكونجولاو، وكنزينوهم كندهنوا لهم ديك الصلصه الطماطم، وكنزينوا باي حاجه عندنا متواجده في الدار. ان شاء الله مازال نقدم لكم وصفه خاصه بهاد القوالب ديال البيتزا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، ونقدر نكون وصلت الفكره ديال العجين هذا النهار. ما نساوش ديروا جيم للفيديو وتنضموا للقناه ديالي باش توصلوا كل ما هو جديد مطبخي. ولا بغيتو مزيد من وصفات المالحين وحلوين زوروا الصفحه ديالي على الفيسبوك كوزين ماما حنان بصحه.